مستشار أبو سفيان، برحب بحضرتك. حضرتك شاعر وإعلامي، ويمكن احنا كنا بنتكلم في قضية مهمة جدا، واحنا حتى قبل التسجيل كنت بتكلم معاك وطلبت ان ده يكون محور رئيسي في الحوار. يعني انت لما بتشوف ده، يعني اي انسان طبيعي لما بيصاب بالظلم الحقيقة بيتعب جدا وبيتضايق جدا، فما بالكم انتم بقى يعني قبائل عربية المفروض ان لها دور في التاريخ اصلا، وفي النضال وفي الكفاح وفي الاعمار، في حاجات كتيرة جدا. انت بتحس بايه؟ مبدئيا خليني يعني استهل الإجابة بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أن القبائل البدوية في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص هي جزء من النسيج الوطني والمنظومة الوطنية. طبعا. تتمسك بالوطنية والدولة المصرية بشكل يقارن بالتمسك بالحياة. التخلي عن الوطنية المصرية عند القبائل البدوية بمثابة التخلي عن الحق في الحياة بشكل كامل. النقطة الثانية بالنسبة لما يتم تصديره إلى الواجهة من قبل بعض المتربصين بأن القبائل البدوية في سيناء بشكل عام مسؤولية كاملة عن الإرهاب، هذا أمر يعتبر من الصور الذهنية الخاطئة التي يتم بثها عن أهالي سيناء. مبدئيا أهالي سيناء من البدو بجميع قبائل البدو ترفض فكرة الإرهاب فكرا وموضوعا، إلا أنه المجتمع البدوي حاله كحال جميع المجتمعات، سواء كانت في مدينة، في حضر، في صعيد، في أرياف، كلها ترفض يعني فكرة الإرهاب. لكن قد يكون فيها بعض الفئات الضالة. هذه الفئات لا تسحب على القبيلة بشكل كامل، ولكنها فئات تمثل نفسها وتتحمل وزرها بنفسها، حتى أن بعضهم في القبائل البدوية بعض الأشخاص المارقين على العرف البدوي قبل أن يمرقوا على القانون عوقبوا بأقصى عقاب مجتمعي بدوي في المجتمعات البدوية، وهو التشميس. الشخص الذي يتم تشميسه من القبيلة هذا شخص لا يعتد به. طب اشرح لنا بقى، عشان في ناس أكيد مش عارفين تشميس يعني إيه. هو مبدأ التشميس هو خليني أشير إلى نقطة أن القانون العرف البدوي قانون متكامل يهدف إلى إرساء مبادئ السلام المجتمعي، ويرفض التجاوزات المجتمعية سواء كانت مادية أو معنوية أو جسدية أو حتى لفظية. أقصى العقوبات التي يتم توقيعها على المارقين من العرف البدوي هي عقوبة التشميس. الشخص المشمس يعتبر تم إقصاؤه من القبيلة، أي شطب نسبه، لا يناسب، لا يزوج يعني، ولا يتزوج منه. لو عنده بنات ما حد يتزوج منه، وإذا قتل لا يستثار له. شخص مطرود من القبيلة. طب ويعيش ازاي بقى؟ يخرج من القبيلة خالص ولا بيعيش برضو مع القبيلة؟ لا مطرود. هو عايش كأنه شخص غريب. كأنه الفكرة دي مش فيها برضو خطورة؟ يعني هو لو اتطرد وحس انه من غير عيلة ومن غير قبيلة، مش ده ممكن يتحول في لحظة لإرهابي برضو ولا إيه؟ لا، هي الفكرة أنه هي نوع من الضغط النفسي عليه لمراجعة نفسه. أنا رجل أهلي تخلوا عني، أنا ليه أهلي تخلوا عني؟ أكيد في شيء خطأ، فكري خطأ، تصرفاتي خطأ، فبضطر أن أنا مع الضغط النفسي والضغط المجتمعي أن أنا أراجع تصرفاتي. وأنا إذا رجعت على اللي هي الجرم اللي أنا عوقبت عليه، خلاص الرجل يتم الترحيب به بشرط الاستمرار على نفس النسق المجتمعي المحترم للعرف والقانون. يعني في فرصة أنه يعود مرة أخرى. في فرصة إذا حسن سلوكه. وإذا استمر خلاص. ومين بقى اللي بيؤكد حسن سلوكه؟ الشيخ القبيلة مثلا ولا مين؟ التدرج القبلي في القبيلة يبدأ من لو جبناها من قمة الهرم اللي هو شيخ القبيلة، ثم شيخ الخمسة، ثم شيخ العشيرة. ولكن في مبدأ التشميس يبدأ من الوسط المحيط أولا. إذا أنه أثبت نواياه، حسن نواياه للمحيطين، قبلوه، فإذا قبلوه قبله الأعلى، فإذا قبلوه قبلته القبيلة، فإذا قبلوه قبله المجتمع البدوي. ولكن إذا استمر على نفس النسق واستمر على انغلاقه الفكري أو اتباع الهوى، أصبح مكروها من أهله أولا، ثم من عشيرته، ثم من المجتمع البدوي ككامل. فأصبح شخص غير مرحب به. فالإنسان لما يجد نفسه منبوذ اجتماعيا إطلاقا لابد أن يصحح فكره. ما في شخص بيعيش لحاله أستاذة، إلا أنه يعيش في مجتمع. طيب أنا شخص لقيت المجتمع البدوي كله رافضني، أكيد أنا عندي خطأ، عندي خلل في فكري، لازم أراجع نفسي. إذا ما رجعت نفسي ما هعيش لوحدي وأموت مكتئب أو منتحر.
وأنه فكرة الانتحار عند البدو قد لا تتخطى نص من 100%. يعني إطلاقا لا يفكرون فيها. القبائل البدوية في جميع أنحاء مصر مستحيل من رابع المستحيلات أنه شخص بدوي يفكر في الانتحار. فبالتالي أول فكرة له مع الضغط النفسي والمجتمعي أنه يصحح خطأ. فأنه نرجع للنقطة الأولى أنه بعض المارقين من القبائل البدوية قد يؤيد أو يشارك بشكل ما، سواء بدعم معنوي أو بدعم مادي أو بحضور أو إلى غير ذلك. لكن هؤلاء الأشخاص أشخاص لا ينفرضون على القبيلة بذاتها. هو يقاس الرجال على الحق ولا يقاس الحق على الرجال، ولا يقاس الرجال على الحق ولا يقاس الحق على الرجال. بمعنى أنه لو شخص من القبيلة الفلانية مجرم خارج عن القانون، هذا لا يعني انسحاب الصفة بالتبعية على القبيلة طبعا إطلاقا. هؤلاء أشخاص مارقين على القانون، يسعون في الأرض فسادا، يستبيحون الدم في غير محله. جميع القبائل رافضة للفكرة، ولكن البعض أحيانا قد يتذمر من نقطة أنه التعميم في الاستهداف. يقول لك أنه أنا الشخص هذا رجل بريء. هذه هي الإشكالية الوحيدة عند القبائل. يقول لك أنه شخص بريء وقتل خطأ مثلا. هذا الشخص تواجد خطأ في المكان الخطأ فقتل. علشان كذا احنا نقول للسادة صناع القرار في دولتنا الحبيبة أنه بدو سيناء جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، بمعنى أنه البدو أصلا رافضين الإرهاب، لكن أنت اصنع لك حاضنة شعبية من البدو، لمهم. لأنه الآن الجماعات المارقة هذه بيشتغلوا شغل عاطفي على الناس.